السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي بنكمل مع بعض يونت 8 lessons 3 and 4. بناخد مع بعض الكلمات. كلمة كويز يعني اختبار قصير، compare يعني يقارن، بارتنر اللي هو شريك، سواء شريك في حجرة أو شريك في الحياة اللي هو الزوج، يعني بتيجي بمعنى بكل المعاني. عندي بعد كده كلمة opinion اللي هي رأي أو وجهة نظر، ترافيك اللي هي حركة المرور، classmate دي كلمة مهمة معناها زميل الفصل، forest اللي هي غابة. بعد كده عندي railway station اللي هي محطة سكة حديد، عندي railway line خط سكة حديد، عندي survey اللي هي دراسة ميدانية أو فحص شامل، عندي make notes اللي هي يدون ملاحظات، كلمة notes بتيجي معاها make. عندي هي اللي طبعا اخدينها قبل كده اللي هي تل. معلش هي الكلمات المرة دي كتير معمول جنبها صح او كلهم معمول جنبهم صح، لان الكلمات دي كلها جديدة عليكم ومهمة. بننتقل بعد كده لكلمات تانية وهي زي كلمة give opinion اللي هي يبدي رأي، وعندي high land اللي هي أرض مرتفع. عندي بعد كده summer holidays اللي هي أجازات الصيف. بكمل معاكم برضو مجموعة كلمات تانية زي كلمة sports club اللي هو نادي رياضي، واكزامبل اللي هو المثال، تاور اللي هو برج. عندي كمان ماريوتية ليك اللي هي بحيرة الماريوتية، عشان لو جات لكم في قطعة فهم او جات لكم في حاجة تبقوا عارفين ان دي بحيرة الماريوتية. عندي بعد كده فوتبول بلاير اللي هي لاعب كرة قدم، ديزارت اللي هي الصحراء. بعد كده عندي سيف ووتر اللي هو يوفر الماء، وانجويابل اللي هي ممتع. كلمة متقسمة لمقطعين، كلمة enjoy وكلمة ابل فتبقى على بعضها enjoyable. بالنسبة للزمن الماضي عندي كلمة teach يعلم، الماضي منها taught، choose. بعد كده عندي معناها يختار. بعد كده عندي كلمات مهمة زي railway line معناها trains travel on it، يعني ان هو خط السكة الحديد. بعد كده عندي field اللي هي الحقل اللي هو farmers use this، المزارع بيستخدم اللاند for animals الأرض علشان الحيوانات، or for growing plants أو عشان يزرع عليها النباتات. hill اللي هي an area منطقة of high land لأرض مرتفعة. forest اللي هي الغابة اللي هي a big area has many trees فيها أشجار كتير. sky scraper اللي هي ناطحات السحاب. a tall building اللي هي المباني المرتفعة بيبقى أعلى يعني من 14 دور، دي تعتبر ناطحات سحاب. طيب نيجي للسؤال الجزئية اللي بيجي على سؤال مهم اللي هي زي كلمة تيست وتيست. تيست الأولانية يختبر، وتيست اللي هو يتذوق شيء بلسانه، يعني بيتذوق شيء. كلمة ديزرت اللي هي الصحراء، وديزارت اللي هي الحلوى اللي بتيجي بعد الأكل. بعد كده عندي كلمة تاور اللي هو البرج، والتاور اللي هي جولة سياحية. سيف يوفر، وسيف بالاف يعني حاجة آمنة. بنيجي بعد كده برضو بنيجي للبروبوزيشن، حروف الجر والاكسبريشنز بتاعتنا والتعبيرات المهمة. كلمة at the end of، أنا عندي حرف الجر at و off دول مهمين، at the end of. وعندي بعد كده يعني معناها في النهاية. عندي بعد كده go for a walk اللي هو بيذهب للتمشية، دي الجزئية المهمة. عندي كمان ايه، عندي كمان do a survey اللي هو بيعمل فحص ميداني، بتيجي مع السيرفي هنا كلمة do. عندي كمان do a quiz اللي هو يعمل اختبار صغير، يبقى quiz هنا بيجي معاها do برضو. عندي make بيجي معاها make notes او make friends، بعمل ملاحظات او باخد ملاحظات يعني، او بعمل صداقات، يبقى make بتيجي مع كلمتين اللي هي notes و friends. الحاجات دي مهمة خدوا بالكم منها. اخر جزئيه هتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده هي اللانجوج فانكشنز بتاعتنا اللي هي الوظائف اللغويه، ودي بتبقى مهمه لان بتيجي في الديالوج وفي اول سؤال وفي الميني ديالوج والميني ديالوج الصغير. لما اجي اطلب او اسال عن رايك في شيء، بقول لك ايه، بقول do you agree that، هل توافق ان، واقول لك الحاجه اللي انا عايزه اقولها. او اقول do you think هل تعتقد، يبقى انا ببدا بايه سؤالي do you agree او do you think، لا اما agree لا اما think. طيب agree يعني بتوافق معايا على الكلام اللي انا هقوله ده، ولا بتعتقد؟ طيب السؤال عن الرأي بسأل بايه كمان، بقول what do you think about، انت ماذا تعتقد فيه. what do you think about، بحفظ واحدة من دول وببقى عارفة الباقيين عشان لو جولي في حاجة ابقى عارفاهم. what's your opinion about، ما هو رأيك فيه. طيب اما اجي ابدي بقى رأيي،
بقول ايه I think، انا بعتقد. دي بتفيدنا قوي في اسئله القصه، خدوا بالكم. I think و I don't think، يبقى اعتقد I think و I don't think دي لا اعتقد. طب تعالوا كده نبص على جزئيه كده. طيب ممكن اقول ايه كمان لما اجي ابدي رايي؟ بقول in my opinion، في رأيي. طب او اقول in his opinion، في رأيه لو يكون بتكلم على الكاتب. وبعدين in her opinion لما اكون بتكلم ايه على رأيها. طب in their opinion لما بقول رأيهم هم ايه. دي جزئية. اخر حاجة بقى بتكلم عليها في الموافقة اللي هي agreeing. الموافقة لما اوافق على شيء بقول ايه I agree with you او I agree with that، او انا بتفق مع الشيء ده. لا اما اقول you او that، او اقوم قايله you are right، او اقول لك ده انت كلامك صح جميل. طب لما اكون مش موافق اقول I don't agree with you، او اقول I don't agree with that. بكده اكون لخصت لكم اللانجوج فانكشن بتاع الجزئيه دي. استودعكم في حفظ الله ورعايته، واللي يستفاد من الفيديو يعمل لايك والشير ومشاركه ما تنسوهاش لاصدقائكم، واللي ما اشتركش يشترك في القناه. استودعكم الله في امان الله.